السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معانا في مطبخ ست الكل. معانا النهاردة فتة العدس بطريقة سهلة وجديدة اول مرة تشوفوها على اليوتيوب. معانا هنا نص كيلو عدس مغسول ومتصفي كويس ومغسول كويس جدا، ومعانا طماطم، جزر، بصل، بطاطساية صغيرة، ومعانا فصين توم مفرومين. هنجيب هنا الحلة بتاعتنا على النار، هنحط فيها معلقة سمنة، وهنحط العدس والمكونات بتاعتنا الخضار كله، وهنشوح شوية، هنشوحهم شوية، وبعد كده هننزل عليه بمية مغلية، وبعد كده هنغطي الحلة بتاعتنا ونسيبه يستوي. اهم حاجة نهدي النار ونخلي بالنا عشان العدس بيفور. نتابعه اول باول. تعالوا هنا بقى نعمل تعصيجة اللحمة بتاعتنا اللي هنحطها على الفتة. معانا هنا زي ما احنا شايفين كده ما كملش ربع كيلو لحمة. نجيب معانا الطاسة بتاعتنا، هنحط فيها اللحمة. انا بعصج اللحمة ما بحطش اي مادة دهنية عشان اللحمة طبيعتها فيها دهون، فكفاية قوي. نحط اللحمة بتاعتنا نشوحها على النار. حطينا ملح وفلفل اسود وبودرة حبهان فقط، مش هنحط اي اضافات تانية. نبدأ نقلب كده لحد ما اللحمة بتاعتنا تتفكك وتاخد لون كلها زي ما احنا شايفين كده. بصوا اللحمة بتاعتنا اتفككت ازاي، وتبدأ اللحمة تاخد لون. هنفرم بصلاية كبيرة او بصلتين صغيرين، وهنحطهم على اللحمة بعد ما اتشوحت وخدت اللون. هنفضل بقى نشوح في البصل ونقلب لحد ما البصل بتاعنا يستوي مع اللحمة. شايفين اللحمة عاملة ازاي؟ ريحتها طبعا تحفة اهو. بعد البصل بتاعنا ما دبل واستوى اللحمة بتاعتنا، تعالوا نعمل بقى الصلصة بتاعتنا. معانا هنا معلقة سمنة، عليها فصين توم مفرومين، هنحط عليهم رشة ملح ورشة فلفل اسود، طبعا هنقلب لحد ما التومة بتاعتنا تاخد لون. واول ما التوم بتاعنا ياخد لون كده ما نسيبوش ان هو يتحرق، هنحط عليها بق خل صغير، وهننزل بعصير الطماطم، نحط ملح وفلفل اسود، وهنغطيها تتسبك مع نفسها. تعالوا نبص على العدس بتاعنا. نص العدس بعد ما استوى، طبعا هنسيبه يهدى شويه وبعد كده هنضربه بالهاند بلندر زي ما احنا شايفين كده. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، هنحط ملح وفلفل اسود وكمون ورشة شطة، وهنضرب كل ده بالهاند بلندر. انا حطيت التوابل هنا عشان تتطحن مع العدس ما يبقاش فيه حاجة باينة. معانا هنا حطيت معلقة سمنة، سوري هنا حطيت معلقة ليا ضاني، معلقة ليا ضاني وبق زيت، وحطيت عليهم الشعرية. هنحمر الشعرية بتاعتنا. الشعرية بتاعتنا بعد ما اتحمرت اهي، هننزل عليها بكوباية مية
وانا اغطيها تستوي دقيقة. اهي بس الشعرية شربت المية، هننزل عليها بقى بالعدس بتاعنا بعد ما ضربناه وحاطين عليه التوابل ومظبطين الملح وكله. هنفضل بقى نقلب في العدس بتاعنا على النار لحد ما يغلي كده، يبقى العدس بتاعنا جاهز. اهم حاجه واحنا مولعين العدس على النار نفضل نقلب باستمرار، ما نسيبوش عشان ما يلزقش. معانا هنا بقى هنعمل الفته بتاعتنا. معانا هنا عيش محمص، هنحط عليه شوربه العدس، هنقلب كده بالشكل ده. نقلب ونزود لغايه ما العيش كله يتغطى بالعدس. هنجيب غطا ونغطي العيش عشان يستوي ويطرى. بس بعد كده تحت عليه شفتوا، لو عايز يزود تاني زودت. بعد كده هنحط الصلصه بتاعتنا، زي ما احنا شايفين. وبعد كده هنحط اللحمه اللي احنا عصجناه. الطريقه دي تحفه بجد، اللي مش هيجربها هيندم بجد. انا عارفه ان الطريقه دي اول مره تشوفوها، جربوها وقولوا لي تعليقاتكم ورأيكم فيها. بجد لو جربتوها هتعجبكم جدا. واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست